معًا في أعماق الغابات الاستوائية الكثيفة، حيث الرطوبة العالية والأشجار العملاقة، يعيش أحد أكثر الحيوانات غرابة وهدوءًا على كوكب الأرض. إنه التابير. التابير حيوان ثديي كبير الحجم، يصنف ضمن نفس الرتبة التي تنتمي إليها الخيول ووحيد القرن، رغم أن شكله يوحي بعكس ذلك. أبرز ما يميز التابير هو الخرطوم الصغير في مقدمة أنفه، وهو ليس خرطوما حقيقيا كخرطوم الفيل، بل امتداد عضلي مرن يستخدمه للشم وجمع الأوراق والتقاط الثمار من بين الأغصان. يعيش التابير في مناطق متعددة من العالم، حيث تنتشر أنواعه في أمريكا الجنوبية وأمريكا الوسطى وجنوب شرق آسيا. ويفضل الغابات الكثيفة القريبة من الأنهار والمستنقعات، لأن الماء جزء أساسي من حياته اليومية. التابير سباح ماهر، ويقضي وقتا طويلا في الماء، ليس فقط للشرب أو التبريد، بل أيضا للهروب من المفترسات. وفي بعض الأحيان يغطس التابير كامل جسده، ولا يظهر سوى طرف أنفه للتنفس. ورغم حجمه الكبير الذي قد يصل إلى 300 كيلوغرام، إلا أن التابير حيوان مسالم وخجول، وينشط غالبا خلال فترات الليل متجنبا الاحتكاك بالبشر. يتغذى التابير على النباتات مثل الأوراق والبراعم والفواكه، وهو يلعب دورا مهما في النظام البيئي، إذ يعرف باسم بستاني الغابة لأنه يساهم في نشر بذور النباتات عبر تنقله لمسافات طويلة. من الناحية التطورية، يعتبر التابير من أقدم الثدييات الحية، إذ تشير الدراسات إلى أن أسلافه عاشوا على الأرض منذ أكثر من 50 مليون سنة، وتغير شكله عبر العصور. كان طفيفا جدا، ما يجعله بمثابة نافذة حية على الماضي السحيق. لكن هذا الكائن الهادئ يواجه اليوم خطرا حقيقيا، حيث تصنف معظم أنواع التابير ضمن قائمة الحيوانات المهددة بالانقراض بسبب فقدان موائله الطبيعية والصيد غير المشروع. حماية التابير لا تعني فقط إنقاذ حيوان واحد، بل الحفاظ على توازن بيئي كامل تعتمد عليه الغابات الاستوائية للبقاء. التابير حيوان غامض، هادئ، وقديم بقدم الغابات نفسها. ما زال يقاوم بصمت ليحافظ على مكانه في هذا العالم.